هاد النسخة من كأس إفريقيا 2027 ولات مهددة بزاف بعد ما بان بلي الدول الثلاثة اللي كانوا متفقين ينظموا البطولة بشكل مشترك، وهي كينيا، أوغندا وتنزانيا، مازال ما واجدينش بشكل مطلوب للاستضافة هاد الحدث الكبير. وحسب آخر زيارات تفتيشية اللي دارتها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، تبين أن الأشغال في الملاعب والبنية التحتية كتعرف تأخر كبير، وهذا الشيء خلق قلق كبير عند المسؤولين على تنظيم البطولة. ودابا كاين كلام متداول على أن الأنظار ولات متجهة نحو المغرب باش يساهم في إيجاد وحل وينقذ هاد النسخة من كأس إفريقيا، وحتى جنوب إفريقيا يدخل اسمها في النقاش كواحد من الخيارات المطروحة. لكن حسب المعطيات، إلا كان غادي يكون تدخل من المغرب في تنظيم البطولة فغادي تكون شروط واضحة، خصوصا فيما يتعلق بالعائدات المالية وتنظيم المداخل المرتبطة بالبطولة، وزيادة عليها أن المغرب باغي يضمن دور كبير وحصة مهمة في هذا المشروع، خاصة بعد ما ولا التنظيم الإفريقي تحت الضغط باش ما يتكررش الارتباك والمشاكل التنظيمية مستقبلا.